السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وسعادة. ربنا يديم عليكم نعمة الصحة يا رب، اللهم امين. النهاردة هنعمل مع بعض محشي ورق العنب بطريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله بإذن الله هيطلع معاكي تحفة جدا ومش هياخد معاكي وقت. اول حاجة هنجيب ورق العنب بتاعنا، ده ربع كيلو من ورق العنب. اول حاجة عشان خاطر يسهل علينا هنرص الورق بتاعنا. بختار ورقة يكون العرف بتاعها طويل. اركنها على جنب مش بقصها، وببدأ اقص بقية الورق زي ما احنا شايفين كده. بقص اللي هو الايه العرف او العود بتاع الورقة نفسه كده زي ما احنا شايفين. الطريقة دي سهلة جدا، بتسهل عليكي جدا جدا. لما تيجي تحشي بتلاقي الورق مرصوص قدامك وبترصي، بتبدأي تحشي بمنتهى السهولة ومنتهى اليسر زي ما احنا شايفين مع بعض كده. هجيب بقى الورقة اللي انا ركنتها قدامكم في الاول خالص، تكون عرفها طويل كده، وابدأ ارص الورق حواليها كده. يعني ارص ورقة شمال وورقة يمين، يعني يبقوا الورقتين قافلين على بعض زي ما احنا شايفين مع بعض كده. المكان اللي هو المفتوح ده اللي هو من عند العرف كده، ببدأ ادخل ورقة من اليمة دي وادخل ورقة قصادها عشان خاطر الورقتين يمسكوا بعض قصاد بعض كده بالمنظر اللي احنا شايفينه مع بعض ده. ما تفكش منك ابدا وانت بتسلقيه، هيفضل بنفس الرصة. وما تيجي تحشي هيبقى سهل عليكي جدا جدا. هتحشي بمنتهى السهولة. يعني انت ممكن اصلا تجيبيه قبلها بيوم وتحضريه، او لما انت تشتري الطلبات بتاعتك وتحطيها في التلاجة ترصيه وتعينيه مرصوص، بيسهل عليكي جدا. او زي ما احنا شايفين مع بعض كده ما بيتفكش خالص. كده بعد ما خلصت الكمية كلها هبدأ بقى مية مغلية على النار، هنزل فيها بنص ليمونة ومعلقة من الزيت. الليمونة دي كانت عندي متفرزة عشان كده هي تحس انها مهرية شوية. ابدأ بقى انزل، ومعلقة الزيت دي مهمة، بتديكي لمعة كده لورق العنب وطراوة. وطبعا احنا عارفين الليمون بيدي مزازة. وابدأ بقى ايه، اول ما ياخد لون من اليمة اقلبه على اليمة التانية. بصوا ما فكش معايا خالص خالص، متماسك جدا في قلب العود بتاعه او العرف بتاعه، متماسك على بعضه، وبيبقى سهل بقى معاكي جدا. اهو بصوا، يعني حطيت الورقة بحالها وطلعتها بحالها. هبدأ بقى انزل بالكمية التانية واسلقها زي ما سلقنا الاولانية بالظبط. اول ما تاخد لون من اليمة اقلبها على اليمة التانية، بس ما تطوليش عليه، يعني هي دقيقة من كل يمة. اهو بصوا انا ماسكاها من فوق اهي. بصوا ما فيش ولا ورقة بتخلع منها. اهو بصوا بقى بوريكم ان هو سهل ازاي، مرصوص فوق بعضه. بتبداي تسحبي ورقة ورقة وتحشي بقى بمنتهى السهولة والبساطة. بعد كده بقى هنعمل تسبيكة المحشي. معانا حلة على النار، هبدأ انزل بعصير الطماطم او صلصة الطماطم بتاعتنا. اسيبها لعند ما السوائل اللي فيها تتشرب خالص كده وتتبخر. وابدا اجيب بصلايه كبيره متقطعه مكعبات صغيره، عليها نص معلقه من الكمون، نص معلقه من الكزبره الجافه، نص معلقه من الفلفل الاسود، ونص معلقه من الملح. اقلبهم كويس جدا جدا مع البصلايه وانزل بيهم على الطماطم. وابدا انزل بربع كوبايه من الزيت واطفي عليهم بقى كده. خلاص خلصت معانا التسبيكه. معانا جريل على النار، هنزل فيها بصدور الفراخ. الصدور الفراخ دي بصوا زي ما بوريكم كده سميكه معايا، مش رقيقه زي البانيه، لا هي لازم تكون سميكه شويه، لان انا هتاخد السوا بتاعها لسه مع ورق العنب. انا مش هسويها، انا هديها بس لون وصدمه بس على الجريلا. هبدا ارش عليها كده فلفل اسود وملح بس مش اكتر، مش هحط عليها اي حاجه تانية. هبدا بقى ايه اقلبها على اليمه التانية تاخد معايا لون حلو من اليمتين. هرش عليها فلفل اسود اليمة التانية تاني وملح، بس تبدأ بقى تاخد معايا لون بس كده. خلاص هتبدأ بقى انا هاخد ايه تسويتها، تاخدها مع ورق العنب. دي الطماطم بتاعتنا او التسبيكة بتاعتنا، هنزل عليها بكوبايتين من الرز المغسولين ومتصفيين. ابدأ اقلبهم كويس جدا مع التسبيكة زي ما احنا شايفين مع بعض كده. طبعا احنا ما حطيناش الملح بتاعنا ولا البهارات بتاعتنا كلها، احنا حطينا بس جزء على البصل، والجزء التاني هنحطه، احنا بنحطه مع بعض نص معلقة من السكر. وهنحط الملح بتاعنا، وحطيت مكعب المرق ده اختياري. ومعانا فلفل اسود، نص معلقة من الفلفل الاسود ونص معلقة من الكمون ونص معلقة من الكزبرة.
الجافة، وابدأ اقلبهم كويس جدا. انا مش بحط على المحشي بتاعي اكتر من كده. الكمون والكزبرة والفلفل الاسود هم دول اللي بحطهم على المحشي، بيخلي طعم المحشي حلو جدا. ابدأ بقى انزل بالخضرة بتاعتي اللي هي شبت وبقدونس وكزبرة، حزمة من كل نوع، واقلبه بقى كويس جدا. وده ورق العنب معايا، بوريكم ازاي سهل جدا وسلس جدا، او مرصوص، يعني بيوفر عليكي وقت وجهد كبير جدا. هبدأ بقى احشي ورق العنب زي ما هنشوف مع بعض كده بمنتهى السهولة والبساطة. بصراحة انا مش بحطه على ترابيزة ولا بعمل، انا بعمل على ايدي. يعني انا دايما بحس حتى في الكرنب في اي محشي بحس ان على ايدي كده اسرع واسهل بكتير. زي ما احنا شايفين مع بعض كده، نعمل مع بعض واحدة كمان عشان نشوفها. بصوا متماسك، اهم حاجة تكون صابع المحشي مقفل من الجناب ومتماسك معاكي اهو. بص احط شوية رز وابدأ اقفل، وابدأ من الجناب اقفل والف بقى اهو. بصوا زي ما احنا شايفين مع بعض كده. الورقية دي حاسة انها كبيرة، يعني انا بقول لكم كمان يعني احنا مش هنهدر ورق. لما الورقية تبقى كبيرة ما تعملهاش كلها صابع. انا قسمتها على 3. وبصوا هيطلع معايا صوابع جميلة جدا كمان. هبصوا يعني لما تبقى الورقية معاكي كبيرة، مش انت مش مقيدة انك لازم تعمليها هو صابع واحد، لا. ما عشان خاطر ما يبقاش معاكي صابع كبير جدا وصابع صغير، لا، انت حاولي كده توازني الامور كده بعينيكي. هبدأ بقى اخلص الكمية كلها، كمية ورق العنب كلها زي ما احنا شايفين مع بعض كده. كل الصوابع تقريبا يعني متقاربة في الحجم، والصوابع متماسكة ما فيش عليها رز من بره زي ما احنا شايفين كده. ابدأ بقى اجيب الحلة اللي هرص فيها ورق العنب. احط في القاع بتاعها شرايح من البصل، ممكن تحط شرايح طماطم، ممكن تحط شرايح بطاطس، زي ما انت حابة. وابدأ بعد كده انزل بصدور الفراخ بتاعتي، وبعد كده ابدأ ارص ورق العنب. عايزه اقول لكم ان وده السوائل اللي كانت نازله من صدور الفراخ حطيتها، دي اللي بيبقى فيها كل التطعيمه وكل الطعم بتاع الفراخ، يعني ما اقدرش استغنى عنها بحطها. ابدأ بقى ارص ورق العنب زي ما احنا شايفين مع بعض كده. احط عليه شرايح من الليمون، وابدا بقى ايه ازوده. احط عليه دي معلقه من الزيت حطيناها مع بعض. معلقه الزيت دي بتديله لمعه وبتخلي مفلفل وحلو. ابدا بقى احط طبق كده وابدا انزل بالشوربه. الطبق ده لازمته ايه؟ ان ما بيخليش معاكي المحشي يفك، بتخليه متماسك وما بتخليهوش يعني يتحرك من مكانه وانتي بتحطي الشوربه. ما تغيرش الرصه او ما تطلعش الرز بره الصوابع، بتحافظ لك على شكله كده. بعد ما غلي هبدا اهدي عليه واسيبه لعند ما يستوي. عايزه اقول لكم ان وده كان محشي كرنب معايا، عملته وهزوده بقى. وانا عملت محشي الكرنب معاكم قبل كده، عشان خاطر كده انا ما جبتش طريقته ولا لفه. عايزه اقول لكم ان ريحه ورق العنب وهو بيستوي كان تحفه تحفه. ريحه الفراخ بقى هي بتاخد سواها مع ورق العنب، فانت عندك بقى مزيج من ريحه الفراخ مع ورق العنب، كانت ريحه تحفه. والطعم بتاع بجد كان جميل جدا جدا. وده المحشي الكرنب بتاعنا، وبالهنا والشفا على قلوبكم كلكم يا رب. وكانت الوصفة سهلة وبسيطة وما خدش معايا وقت والله. حشيته على طول، والرصة بتاعت ورق العنب دي بتسهل كتير. وبكده بنكون خلصنا الفيديو بتاعنا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.